المشاهد الدامية التي يتواصل فيها القصف الهمجي لهذه العصابة المجوسية المجرمة خالد أبو سليمان عضو اللجنة الإعلامية لمجلس قيادة الثورة بحمص. السلام عليكم أخي خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز سائر. وعليكم السلام أخي خالد. يعني نشاهد الآن ظلمة داجية تحيط بحمص القديمة، وحي باب السباع في هذه اللحظات يتعرض لهذا القصف الهمجي الأرعن. ما تعليقكم على ما يجري اليوم في حمص القديمة خاصة حي باب السباع؟ وكنا قد شهدنا قصفا متواصلا منذ ساعات الصباح الأولى لحيي البياضة والخالدية، إضافة إلى أحياء أخرى، وتمركز دبابات وآليات ومدرعات في حمص القديمة. لماذا اليوم يستهدفون حمص القديمة وهذا القصف؟ أي تعليق لك حول ما يجري؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أخي العزيز سائر أن نترحم على روح شهداء ثورتنا المجيدة الخالدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم في رحمته وأن يلحقنا بهم وبركب الصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجرحانا، لأنه ما يحدث الآن أخي الكريم سائر وما ترونه الآن إخوتي الكرام إنما هو لليوم الثاني عشر على التوالي القصف المتوالي على كل أحياء حمص إلى تميز. هناك أخي الكريم يعني يتركز القصف خصوصا على حي الخالدية وحي باب السباع وحي البياضة وحي العدوية وحي وغير من الأحياء التي تشكل حمص القديمة. أخي الكريم، يعني هذا النظام المجرم الذي بدأ كما يقول ويصور بأنه منحكم الأمني بعد المجازر التي ارتكبها في باب عمر، الآن يحاول أن يعمل على تنفيذ مخطط كبير يهدف إلى تهجير سكان حمص المدنيين وخصوصا الأحياء القديمة من حمص، والتي يشكل حي باب السباع الذي ترونه الآن القديمة. أخي الكريم، هناك قصف يعني همجي كبير. حمص تقصف وخصوصا حمص القديمة، أحياء حمص القديمة على مدى 12 يوما أخي الكريم، وهي تقصف بكافة أنواع الأسلحة وفي ظروف إنسانية كارثية، حيث أخي الكريم كما ترى يعني لا يمكن لأحد أن يخرج من بيته إلا ويتعرض للقصف. وهناك اليوم العديد من الشهداء قد قضوا نحبهم برصاص القناصة ومن هذا القصف الشديد الذي ترونه أمامكم. وهناك حالة إنسانية شديدة جدا، حيث يعيش كل أهلنا في حمص على مدار الأيام السابقة في حالة إنسانية كارثية، وما زال هناك نقص بالمواد الغذائية والطبية، ولا زالت يعني معظم الأحياء ليس لدينا كهرباء هناك. نعم، يعني الكهرباء مقطوعة أخي، وهذا معتاد عليه منذ الأيام الماضية التي شهدت أعمال قصف متواصلة لعدد من أحياء حمص. أخي خالد، يعني هذا القصف الذي يقوم به نظام العصابة الأسدية المجرم من أي المناطق يأتيكم؟ أخي الكريم، القصف خصوصا الآن يتركز من الحاجز المتواجد في أعلى القلعة. أعلى القلعة أخي الكريم هذه قلعة حمص الأثرية، القلعة التي يجب أن تكون معلما أثريا، حولها هذا النظام المجرم إلى سكنة عسكرية، وتطلق منها القذائف المدفعية وراجمات الصواريخ باتجاه كل الأحياء. أخي الكريم، هذه القلعة مشرفة على كل أحياء حمص القديمة، ويقع بجانبها مباشرة حي باب السباع وحي الخضر وحي باب هود، وتطل كذلك على حي كرم الثاني وعلى حي العدوية، ويتم القصف منها ومن عدة حواجز. الحاجز المتواجد عند مدرسة الفراري، وكذلك من الأحياء للأسف الشديد التي تدعي أنها موالية للنظام مثل حي النزهة والزهراء، ويتم الدخول بطريقة وحشية من كتائب الأسد المجرمة، بالإضافة إلى بعض الشبيحة وبعض العناصر الإيرانية والذين نراهم عيانا بيانا. وهناك يعني يقومون برفع علام حزب الله، وقد على المباني التي يهاجمونها ويقتلون أهلها ويغتصبون النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم، اليوم النظام المجرم وعصابته وشبيحته يستخدمون أسلوبا آخر بعد أن فشلوا في الدخول عن طريق الطرقات الفرعية والرئيسية، يقومون بتهديم البيوت والدخول عبر الجدران
يعني يدخلون إلى بيت يقتلون أهله، وطبعا يوجد بعض البيوت خالية، ثم يهدمون الجدران ويدخلون إلى البيوت الأخرى لكي يصلوا إلى قلب حمص. نعم، على كل حال يعني أشكرك جزيل الشكر الأخ خالد أبو سليمان. ربما نعود إليك في وقت لاحق، لكن الآن سنبقى مع هذه المشاهد لقصف حمص القديمة، وتحديدا حي باب السباع الذي يتعرض في هذه اللحظات لهذا القصف الهمجي الأرعن الذي يقوم به قطعان العصابة المجوسية الصفوية المجرمة على هذا الحي وغيره من الأحياء في حمص القديمة. وأعمال القصف لا زالت متواصلة من قبل هذه العصابة المجوسية الصفوية المجرمة ضد حي باب السباع وحمص القديمة. وربما ينضم إلينا الآن أو في وقت لاحق أحد الناشطين الميدانيين من حي باب السباع ليعقب ويعلق معنا على ويضعنا في صورة آخر التطورات وأبرزها والتي يعيشها حي باب السباع الآن في هذه اللحظات رغم هذا القصف الهمجي الأرعن الذي كما ذكرنا يأتي من قبل هذه العصابة المجوسية ومن أحيائها الموالية لها، وخاصة الأحياء النصيرية التي أصبحت اليوم منصات إطلاق حقيقية لقصف القرى.